Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش ديروا لنا جيم وابوني فضلا وليس أمرا. اليوم راح نقدموا لكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. راح نبدأ بالخبر الأول تاع إبراهيم مازا. متوسط ميدان الصاعد قدم عرضا مميزا في المباراة التي تعادل خلالها فريقه أمام نيوكاسل الإنجليزي بنتيجة 2-2. ومنصة سوفا سكور منحت مازا تقييما جيدا ب7.1 من 10، وقدم مازا خلال المباراة تمريرة حاسمة. تقييم جيد 7.1 من 10 صراحة. وإبراهيم مازا لاعب صغير ومحاينو كبار، راه في عمره 20 سنة وراه يقدم في هذا المستوى الخرافي. تشوفو يتريبلي في لي جوار، تشوفو يمد تمريرة حاسمة لزملائه. عنده تحركات من الجهة اليمنى واليسرى في الملعب. يماركي ثاني إبراهيم مازا، عنده هذاك الحس التهديفي ثاني. إبراهيم مازا لاعب خرافي صراحة. يمد تسعك يعود يلعب، تشوف هذيك المتعة اللي راه يدير فيها في أرضية الميدان. ورانا محظوظين اللي عندنا مثل هذا اللاعب راه يلعب معنا في المنتخب الوطني. ونوعدكم باللي إبراهيم مازا راح يقدم إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري، سواء في كأس إفريقيا ولا في كأس العالم. ونتمنى أنه بيتكوفيتش يعتمد على هذا اللاعب، لأنه يستحق المكانة الأساسية في المنتخب الوطني الجزائري بدون عاطفة. وراني نشوف فيه باللي لاعب المستقبل. إبراهيم مازا راه في عمره 20 سنة فقط وراه يقدم في هذا المستوى الخرافي، فما بالك يعود في عمره 25 سنة. والله صراحة إبراهيم مازا نمدلو التحية من هذا المنبر صراحة. ولاعب خلوق فوق أرضية الميدان، ما عندوش هذيك النرفزة هذيك مع الحكام، ولا لاعب كيما نقولو حنا مكالم رزين. وننتقل الآن إلى الخبر الثاني. توقيت مباراة الجزائر ضد الإمارات ستكون يوم الجمعة على الساعة 6:30 مساء بتوقيت الجزائر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية. والقنوات الناقلة ستكون في بيان سبور المفتوحة، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكويت الرياضية، أم بي سي مصر 2 الجزائرية السادسة، والأرضية. ونتمنى نربحوا منتخب الإمارات، لأنه منتخب الإمارات صعب. كاين البعض اللي راه يقولك منتخب الإمارات سهل ونربحوه بكل سهولة. لا بالعكس، أنا تفرجت لمنتخب الإمارات، منتخب منظم تكتيكيا ويستغل أخطاء الخصم كثيرا. لهذا نزيروا رواحنا ونديروا اللي علينا فوق أرضية الميدان، وأنا نتوقع باللي نربحوا 1-0. وانتم أعطونا التوقعات تاعكم وأنا نقولها لكم خاوتنا باللي قادرين نربحوا كأس العرب، لأنه عندنا ثقة كبيرة في بوقرة وفي اللاعبين اللي راهم يقدموا في مستوى جيد. وعندنا دفاع شرس اللي صعيب باه تمر عليه من الآخر. وراكم شفتوا ضد منتخب العراق اللي مقدرش يشكل علينا أي خطورة كبيرة تقريبا. ونتمنى كل الحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني. وننتقل معاكم إلى الخبر اللي بعده. قائمة المنتخب الجزائري ستؤجل يوم السبت. أنا أظن بأنه بيتكوفيتش قلتلكم بيتكوفيتش، أنا أظن بأنه بوقرة تفاهم مع بيتكوفيتش باه ميديرش القائمة اليوم، لأنه السبب الأول راح يكون ضغط كبير على لي جوار وماهمش راح يركزوا ضد منتخب الإمارات. يولوا لي جوار اللي ما استدعاهمش بيتكوفيتش لكأس إفريقيا راح يطيح لهم المورال، وكي يطيح المورال وش يصرى يولوا لي جوار ما يقدموش المستوى الجيد ضد منتخب الإمارات. لهذا نفضل أن القائمة يأجلها اليوم السبت باه ما يكونش ضغط كبير على اللاعبين. ننتقل معكم إلى الخبر الموالي. والآن نعطي لكم التشكيلة المتوقعة لمباراة الغد ضد الإمارات. نبدأ بحراسة المرمى. شعال. خط دفاع أشرف عبادة، محمد أمين توغاي. الظاهر الأيمن يوسف عطال. وانا نفضل مجيد بوقرة انه يدخل حلايمية وانا على بالي بلي مجيد بوقرة راح يدخل يوسف عطال، بصح نفضل حلايمية. الظاهر الايسر هواري باعوش. خط الوسط فيكتور لكحل، بن دبكة وبن زيان. الجناح الايمن بول بينا. الجناح الايسر ياسين براهيمي. رأس الحربة بركان.
هذه هي التشكيلة تاع المنتخب الوطني، راح نتوقعها باللي راح يدخل بها بوقرة الغدوة. اعطونا رايكم نتوما في صندوق التعليقات يعني. راح ننتقل معكم إلى الخبر التالي. رسميا في حالة فوز الجزائر على منتخب الإمارات غدا سنواجه منتخب المغربي في نصف نهائي كأس العرب. إذا واجهنا منتخب المغربي صراحة راح تكون كلاسيكو نار ومباراة قوية جدا للمنتخب الجزائري. مالغري المباراة راح تكون صعيبة وكذا، بصح نتمنى الفوز للمنتخب الجزائري. والآن ننتقل إلى الخبر التالي. تصريحات مجيد بوقرة قبل مواجهة الإمارات. قال: سوف نلعب أمام منتخب الإمارات على تفاصيل دقيقة. هناك اختلاف بينه وبين منتخب العراق، إنه منتخب يتطور ولديه مدرب جيد. سنأخذ حذرنا. المشاكل التي تواجه الفريق معتاد عليها، ووضعت الحلول والبدائل المطلوبة لها. هناك غيابات في الفريق مما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة. نسعى لأن نكون في الأفضل حالاتنا وإظهار الجودة المطلوبة في الناحية الفنية. أنجزنا المهمة الأولى بالتأهل كما سبق وأن قلت أننا نتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي. الاسترجاع مهم جدا في هذه البطولة، كوننا نلعب مباراة كل 3 أيام، وإن شاء الله نكون جاهزين للمباراة. مهما كان خيار المدرب بيتكوفيتش في قائمته لكأس أفريقيا، فإن تركيز اللاعبين هنا هو على كأس العرب فقط. ننتقل إلى تصريحات فيكتور لكحل قبل مواجهة الإمارات. قال: أشعر بالفخر عند اللعب للمنتخب الوطني، وهذا كان هدفا بالنسبة لي. أشعر بالسعادة عندما ألعب مع المنتخب الوطني مباراة بعد أخرى. نتطور والآن وصلنا إلى مرحلة المباريات الحاسمة. بطولة كأس العرب ذات طابع خاص، ومبارياتها تحمل سمات تنافسية متسارعة. المهم أن نكون حاضرين من ناحية الاستشفاء، ونحن جاهزين ومستعدون لخوض مباراة الغد إن شاء الله. أنا فخور بارتداء قميص المنتخب الوطني، وكلنا جاهزون لتمثيله كأحسن تمثيل. أنا يعجبوني هادو اللاعبين اللي مثل أشرف عبادة وفيكتور لكحل والعديد من اللاعبين اللي تلقى عندهم هذه الروح الوطنية وهذه الحرارة، وتلقاهم متعطشين باه يفوزوا بكل مباريات، وتلقاهم يقدموا اللي عليهم فوق أرضية الميدان. إن شاء الله يفرحونا ويجيبون كأس العرب للمرة الثانية على التوالي، وكل التوفيق للاعبين الجزائريين. المنتخب الوطني يختتم تحضيراته لمواجهة الإمارات. إن شاء الله يكونوا حضروا جيدا لهذه المباراة، وإن شاء الله يربحوا ويطلعونا الإعلام في قطر ويفرحونا، وتعود هذيك الاحتفالات اللي غابت علينا منذ 3 سنوات. بن عمي خلوا الشعب يديفيلي شوية. الشعب راه عنده 3 سنين مخرج ديفيلا. هذه هي خاوتنا. دوك الربع النهائي نجو ليها قالك كيما يقولك غير درجة بدرجة. ربع النهائي وبدكش نصف نهائي، وبدكش نلقاو رواحنا إن شاء الله في النهائي وندو البطولة إن شاء الله. وانا نحذر اللاعبين في هذه المباراة ميكثروش الهضرة مع الحكم، لأنه تكثار الهضرة مع الحكم والنرفزة ديك السائدة راح تكلفك الكثير صراحة. وهذا ونتمنى فوز المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب الإماراتي. وما تبخلوناش خوتنا بجام وابوني إذا عجبك الفيديو. والسلام عليكم.